على الاداء الامني في الشارع. انت حضرتك كتصوير كمراقبات عندنا في اداره المخدرات احدث الاجهزه للتتبع والجي بي اس عشان الزراعات المخدره، عندنا كل حاجه بنوصل لها، واي واحد فاكر انه بعيد مش متشاف، لا يا حبيبي انا بقول لك انت متشاف. رساله توجهها لشعب مصر في ختام هذا اللقاء بمناسبه عيد الشكر. تعالوا نشتغل ونحب مصر، تعالوا ما نهتمش بالسلبيات. بناشد شعب مصر ان هو يبعد عن الشائعات. النهارده الشائعات عددها بيكتر في الفتره دي على فكره. احنا كل الدول اللي حوالينا يعني احنا بنحمد ربنا يعني ان احنا ان بلدنا بلد امنه بجد. فيعني الامان واضح. حضرتك بتطلع تنام في بيتك مطمن، حاطط عربيتك في الشارع. يعني عايز اقول لحضرتك احنا بناشد شعب مصر، احكوا لاولادكم بطولات الرجاله، احكوا لاولادكم تاريخ بلدهم، خليهم يحبوا بلدهم. يعني بكلمات جميله جدا، احكوا لاولادكم، احكوا بطولات الابطال اللي بذلوا الجهد والدم وضحوا بحياتهم من اجل مصر. بنختتم هذا اللقاء مع اللواء الشاعر حاتم يوسف وبنقول له كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. شاكر جدا للقاء ده محمود بيه، وحقيقه انا فرحان جدا ان شفت حضرتك النهارده. واحنا سعداء بيك، وان شاء الله السنه الجايه نحتفل بالعيد ال 74 ونكون بلدنا احسن واحسن. ان شاء الله يا رب. كل الشكر لك. شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، ونتمنى ان نلقاكم في لقاءات قادمه. شكرا جزيلا. يعني ذكرى عيد الشرطه وثوره 25 يناير. بشكر طبعا السيد اللواء حاتم بصفته وشخصه، واللواء يعني شخصيه يعني دايما فاعله في المجال الثقافي بشخصه، وقد ايه هو زي ما احنا شفنا مسيرته في المجال الادبي والثقافي. وده طبعا يعني هدفنا كلنا نشر الوعي من خلال الثقافه والفنون. والذكرى دي طبعا احنا بنشكر برضه فيها توجيهات الهيئه العامه لاصول الثقافه برئاسه الكاتب الاستاذ محمد عبد الحافظ ناصف، وبالتالي توجيهات اقليم غرب وسط الدلتا الثقافي. وبشكر جدا يعني زميلي الاستاذ خالد سيد مدير بيت ثقافه 26 يونيو، وبشكر استاذ محمد شحاته مدير قسم ثقافه الشاطبي، وكل القائمين على